شكرا لكم. في الاستوديو يحضر إلى جانبي مدرب المنتخب التونسي السيد هيرفي رونار، كذلك مع أسطورة الكرة التونسية كريم حقي. هيرفي، je pense que vous n'êtes pas magicien. طبعا أنت لست بالساحر. جاءت قبل أيام من هذه المباراة، الأمر كان صعبا وكان من الصعب جدا إعادة الثقة للاعبين، وفي نهاية المطاف انعكس ذلك على مردود اللاعبين. صحيح، تطلب مني الأمر أن أعيد الثقة للاعبين، ولكن أعتقد أن اللاعبون كانت لديهم إرادة لكي يحققوا الاستجابة، ثم وقعت معاقبتنا في الدقائق الأولى في الشوط الأول. طبعا تحلينا بالنعومة الدفاعية، وفي الشوط الثاني لم نقدر على حماية شباكنا. طبعا العشرون دقيقة الأولى من الشوط الثاني كانت مقبولة إلى حد ما، ولكن لم نرتقي إلى مستوى كأس العالم. هل هي مشكلة دفاعية؟ رأينا ليس هناك تواصل بين المدافعين، بين محاور الدفاع. في نهاية المطاف دفع المنتخب التونسي أثمن باهظا. أعتقد المنتخب الياباني هو منتخب من الطراز العالي، لا يجب أن نبحث عن الأعذار. أداؤنا لم يكن مقبولا، وفي كأس العالم لا يمكن أن تؤدي بهكذا طريقة. معنا كريم حقي. من الصعب جدا أن نسأل أسئلة بعد المباراة، ولكن سؤالي فيما يخص هذه المباراة، أنت التحقت بالمنتخب التونسي بعد المباراة الأولى، لم تحظى بالوقت الكافي لتحضير المنتخب. كيف اخترت التشكيل؟ أنت لا تعرف اللاعبين، أنت تعرف بعض اللاعبين ولكن لا تعرف وضعية اللاعبين الذهنية والبدنية. كيف جهزت لهذه المباراة؟ كيف قمت باختيار التشكيل؟ رأيت مباريات أو شاهدت مباريات المنتخب التونسي السابقة، وأعرف أيضا كرة القدم الأفريقية. أعتقد أن اليوم هي مشكلة جماعية، لابد من حل المشكلة الدفاعية ومشكلة اللعب الجماعي. لسوء الحظ لم أجد الحلول. أنت إنسان صادق ونزيه. هل جئت من أجل مشروع كروي تونسي أو فقط للمشاركة في بعض المباريات المنظمة مناقشة العقد مع الجامعة التونسية؟ أنا وقعت من أجل منافسات كأس العالم في الوقت الراهن. لا أريد أن أدخل في هكذا أمور. كان يتوجب علي أن أساعد اللاعبين أن يؤدوا بطريقة جيدة. لن أرمي بالمسؤولية على الآخرين، أنا أتحمل مسؤوليتي في هذه المباراة. شكرا. كان هذا مدرب المنتخب التونسي هيرفي رونار. تبدو معالم الحسرة بادية على محياه. طبعا كريم، المدرب لا يملك عصا سحرية إن صح التعبير. أكيد المدرب لا يملك عصا سحرية. المدرب يعني خذ الفريق في وقت قياسي صعب جدا حقيقة، وضعية صعب تراها في فرق ومنتخبات أخرى. لكن كرة القدم ما فيش أسرار كبيرة. كرة القدم تشتغل، كرة القدم تحضر، كرة القدم اختيارات تكون صحيحة تلقى النتائج. المنتخب التونسي بعيدا عن الأداء الفردي والجماعي وعلى يعني وجه الفريق في كأس العالم هذه، المنتخب التونسي لم يحضر كأس العالم بالشكل الجيد. المنتخب التونسي يعني لما ما تعطيش حق العباد، لما يتم اختيار اللاعبين على أسس غير أسس الإمكانيات الفنية أو الإمكانيات البدنية أو الحاجة المنتخب لها، فأكيد أنك توصل للنتائج هذه. لكن اللعب بألوان تونس، هنا اللعب بألوان تونس، وهذا يعني المقلق في الأمر حقيقة. يعني وضعية صعبة جدا. المدرب لا ألوم على المدرب، اللاعبين والمسؤولين هم المسؤولين على ما وصلنا إليه اليوم. أكيد كريم، سنعود لمناقشة باقي النقاط، مختلف النقاط. هناك الحديث عن العديد من الأمور. سينضم إلينا في هذه اللحظات قائد المنتخب إلياس الصخيري.
Yes, si vous pouvez vous mettre de ce côté. Je pense que ça aurait été difficile de. أعتقد أن الأمر كان صعبا. لم يكن بإمكانكم أن تستعيدوا الثقة قبل هذه المباراة. المشكلة مشكلة دفاعية بالأساس. المشكلة هي مشكلة عامة. لابد أن نكون صادقين. لم نرتقي للمستوى المأمول، لمستوى منافسة كأس العالم، والحقيقة هي أننا لا نملك المستوى لخوض مباراة كأس العالم. هل لك من سؤال؟ لقد كان صادقا، وشيء جيد أن يكون قائد المنتخب صادقا. حقيقة ليس لديه المستوى الحالي للكأس العالم، لم نحضر كأس العالم كما يجب، يعني لم نتعامل مع هذه المسابقة بالجدية اللازمة. اختيارات تكلمت على هذا كله، لكن أشكر في صراحة الياس، لأنه لما تكون قائد فريق وتكون عايش الوضعية لازم تكون صريح، وهذا ما سمعناه من الياس. طبعا وضعية صعبة، وتونس الوان تونس في الواجهه، فاكيد انه الوضعيه يعني صعبه للاعبين. صعبه كريم. Je pense qu'il faut tourner la page et préparer. إذا لابد من طي الصفحة والتفكير في المستقبل. لابد من إيجاد مشروع حقيقي. الشيء المهم طبعا نحن نعتذر للجمهور والشعب التونسي، ولكن لابد من تحمل المسؤولية. لا نمتلك المستوى الذي يؤهلنا لخوض منافسات كأس العالم. نقطة إلى السطر. إذن هذا عمل يتطلب الكثير من السنوات، ولابد أن نتقبل الحقيقة. لابد من وضع مشروع مستقبلي. حينما لا تملك المستوى فلا يمكن أن تخوض المباراة. حتى اللاعبون الذين وجدوا أنفسهم في هكذا وضعية، إلياس أحسست بكم، نحن في وضعية صعبة، نريد أن نتقدم ونريد أن نفوز بالمباريات، ولكن الحالة الراهنة لا تسمح بذلك، لا تساعدك على التقدم ولا تساعدك على أن تبلي البلاء الحسن. يجب أن نتعلم كيف أن نحضر ونجهز أنفسنا للمنافسات القارية. الأمور كانت صعبة على أرضية الميدان. هذا ملخص ما حصل. أتفق معه. لا يمكن أن أنكر الأمر في ضوء الأداء المقدم ضد المنتخب السويدي والمنتخب الياباني. الأمر صعب، صعب أن نستسيغ هكذا خسارة. طبعا هذا يحزننا، ولكن في نهاية المطاف إذا أردنا أن نبني منتخبا جيدا في المستقبل فعلينا أن نحسن من الأداء. تحسنت الكرة السنغالية والكرة المغربية لأنهم أوجدوا مشاريع جيدة، ولكن وضعية كرة القدم التونسية في السنوات الأخيرة تجعلنا نطرح الكثير من الأسئلة. لابد من التأمل في المستقبل. إلينا في هذه اللحظات المدافع علي عبدي. تفضل علي. كريم خليك معي. علي عبدي، هي مباراة تحصيل حاصل صعب جدا يعني نفسيا على اللاعبين، العودة في مباراة أمام اليابان بعد الانطلاقة لنقل انطلاقة كارثية أمام منتخب السويد. لخصت كل شيء بالسؤال نتاعك. أول حاجة نعتذروا الناس الكل، سيرتو الملاعبية الكبار اللي جات المنتخب ونورت البلاد. حب نقولوا لهم نعتذروا لكم، نعتذروا للجمهور اللي جات، نعتذروا للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة، مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار. هذا كل مش في مصلحة البلاد. علي، هل المشكل مشكل ربما جماعي أم هنالك مشكل في خط الدفاع؟ ما هو المشكل؟ طبعا مشكل جماعي. لما تعمل أنت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من قبل كأس العالم، نعملوا فريق قبل كأس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيو في 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 ليفل عالي كما كوب دي موند كأس عالم.
بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا ديزيشيك. كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي طرابلسي ما يرضيناش. لازم نضربوه ولازم نكسروا، لازم نعاودوا فعوض نصلحوا. المنتخب الياباني اللي لعبنا له اليوم منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 الكيرن كاب، نفسه الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل، واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم، مدرب جديد. نحب حاجه اخرى نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في اونجو معناها مع منتخب كيف نحنا. توا لازم تحب نصلحه. وخرج علي العابدي، خرج لعيبه الكبار، خرج تحب تصلح. توا فما فريق تنجم تصلحه. عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح. ما قبل كاس عالم، قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم. مش معقول هذا. كريم، دموع علي العبدي لخص كل شيء، كلام قوي. هل لديك سؤال لي؟ هو انسان ولاعب وهو تونسي وهو يحس ويتكلم باحساسه. شوف هذا ما يستحق حتى عناوين. لما اللاعب يبدا محسوس وممسوس وضعيه صعيبه على اللاعبين طبعا، هذا ما فيش حتى شك طبعا. وضعيه صعيبه. الله يكون معنا الكل، لانه حقيقه المنتخب التونسي ما يستحقش هذا. المنتخب التونسي سامحني كريم، الفريق سامحني، الشعب التونسي كل كان راضي على المدرب الليستا. لازم نشبوا. انا شببنا انا شفنا النتيجه. الفريق لازم وقت. منتخب وطني ما عندوش برشا وقت. احنا في بطوله لما اللعيبه يكونوا اكثر من 5 و6 و7 لعيبه يقول لك لازم تاخذ وقت. فريق لازم ياخذ شهر، شهرين، 3. احنا جايين نلعب كاس عالم. فريق لازم تو النتيجه تمشي. مش معقول. هذه طبعا هذه اخطاء صايره. شوف تحضير كاس العالم ماهوش تحضر في دوره وديه. هذه كاس عالم مستوى عالي جدا، اكبر المنتخبات موجوده، فاكيد انك ترشحت تحضر نفسك كما يلزم. نفس الفريق معناتها هذه القرارات هو اللي خلتنا وصلنا اليوم. علاش اليوم وصلنا؟ يعني من فريق اللي من سنوات كان معناتها في ترتيب عالمي محترم جدا، وكنا معناتها في كاس عالم تربح فرنسا وتتعادل مع الدنمارك يعني. واليوم نلقاو احنا معناتها في 2 مباريات 9 اهداف في 3 مباريات 13 هدف او 13 هدف. هذا كثير على تونس طبعا. هذا كثير. مش نتكلم معناتها مش شخص في الوضعيه، لكن الوضعيه هذه صعب جدا اليوم باش تقبلها، والشعب التونسي صعب باش يقبلها. في الوضعيه لازم اصلاحات كبيره ولازم قرارات كبيره. دموع الحسره وكلام صريح من علي العبدي. نشكرك على صراحتك وهرد لك علي، شكرا. عوده اليكم في الاستوديو. ربما اللاعب علي العبدي لخص كل شيء. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى. خساره كانت قاسيه للمنتخب التونسي امام منتخب اليابان. حتى الان دخل في مرمى المنتخب التونسي 9 اهداف، 5 في السويد، والان امام اليابان 4 بمجمل 9 اهداف. كانت قاسيه كثيرا على الجماهير التونسيه. دعونا ننتقل مره اخرى للزميل مهدي فودي. شكرا لكم في الاستوديو. دائما مع أسطورة الكرة التونسية المدافع السابق كريم حقي. كريم، تواجدت اليوم مع كبار الشخصيات، مع أساطير كرة القدم المدعوين لهذا الحدث التاريخي، المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. أكيد أنك كنت سعيد بهذه الدعوة من الفيفا رغم النتيجة التي حققها المنتخب التونسي. أكيد أول حاجة هي مباراة تاريخية، مباراة 1000 في تاريخ كأس العالم. طبعا شرف كبير باش نكون متواجد وتم دعوتي من طرف الفيفا، لكن كذلك باش نشوف المنتخب التونسي ونعيش الاجواء المنتخب في المكسيك. نحكيو على كاس العالم، طبعا مباريات مهمه ومباريات عندها طابع خاص. الحمد لله، لكن للاسف يعني المنتخب التونسي
لم يوفق في المباراة هذه. منافس صعب في أجواء حقيقة مميزة جدا، لكن يعني ثم تفاوت كبير بين المستويات حقيقة. المنتخب الياباني يعني تقريبا على كل الواجهات قوي جدا في الهجوم، في الدفاع، يعني وقت اللي يحب يصعد الريتم يصعد، وقت اللي يحب ينزل الريتم ينزل. على المستوى الثانوي تقريبا ما يخسرش الثانويات رغم قصر قامة لاعبيه. حق المنتخب صعب جدا، المنتخب ممكن يروح يعني بعيد في الكأس العالمي هذه، منظم يعني عنده أفكار واضحة. المنتخب التونسي حقيقة يعني بعيد كل البعد على المستوى، بعيد كل البعد. يمكن القول بأن المنتخب التونسي ربما لم يملك الأدوات الكافية لمجاراة إيقاع المنتخب الياباني. أريد أن أسأل عن طريقة اللعب وربما الرسمة التكتيكية المعتمد من هيرفي رينار، الاعتماد على ثلاثي في محور الدفاع ومواصلة طيلة المباراة بخمسة مدافعين. هل هي واقعية من هيرفي رينار الذي استلم المفاتيح أعتقد يومين قبل هذه المباراة؟ والله في الأخير المدرب يعني خذا بعض القرارات التكتيكية في وقت وجيز، لأنه ما نجمش نحمل المسؤولية وما نجمش يعني نحاول معناتها ننقده بالسلب. طبعا باش نحكم على المنتخب الوطني في المردود نتاعو، يعني 3 لاعبين أو 5 لاعبين في الخلف لم ننجح معه. يعني في المباراة الأولى يعني 5 لاعبين وقبلنا 5 أهداف. يعني الكثافة الدفاعية مش معناتها انك تكون اقوى في الدفاع، لازم تنظيم، لازم فكر، لازم كيفاش تتعامل في الوضعيات فين تكون موجودة الكرة في وسط الميدان او في الهجوم في الدفاع المنافس. فلاحظت زاد انه لاعبين الدفاع او ال5 لاعبين الدفاع مش مفاهمه حقيقه على غياب التواصل. هذا التواصل والتنسيق معناتها الهدف الثالث نشوفوا كيفاش يعني 3 لاعبين يصعدوا على لاعب حامل الكره وبلمسه واحده تقريبا يبعث زميله في يعني وجه لوجه للحارس. هذا احساس انه الطريقه هذه ما هيش ناجعه معنا. وحاجه اخرى، وهذا ممكن اللوم على المدرب، لانه بعد 20 دقيقة بعد 30 دقيقة في المباراة بعد 2-0 أنا كنت أنتظر أنه باش يغير وباش يرجع بال4 لاعبين دفاع باش يحاول يكون أكثر جرأة. لكن اللي فهمته في قراءتي للمباراة أنه المدرب قاعد يخمم زاد في المباراة كما اللاعبين في المباراة السابقة، ما يقدرش يقبل أكثر من 3 و4، لكن قبلنا بعد الثالث والرابع. فالمدرب حقيقة لا نلوم عليه، أنا لومي الكبير هو على طريقة إعداد المنتخب، على المسؤولين، وعلى طريقة اختيار اللاعبين. وهذه كلام معناتها كبير قاعد يتحكى في الشارع الرياضي على خيارات يعني في فات الفرق الاستفادة ماديا. معناتها مدرب يعني اختيار كيفاش اخترتوا المدرب، هذا الكل يعني مواضيع يعني حقيقة عليها برشا نقاط استفهام، وعلى يعني المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم.